حدثني أحد الإخوة سافر مرة مع رجل من كبار التجار، من كبار تجار الدنيا، يعني لو وضعته، وهو سعودي لكنه يملك مليارات كثيرة جدا. يقول سافرت معه، فلما ركبنا الطائرة التفت إلي ثم قال لي، يقول أنا مرافق له، يعني يعمل معه أصلا، يعني هو موظف عنده. قال عندك أوراق شيء مهم نخلصه، عندك شيء؟ قال لا. قال أجل عطني فرصة أقرأ قرآن. يقول يفتح المصحف ويستمر يقرأ لمدة قرابة 2.5 ساعة حتى وصلنا البلد اللي احنا رايحين له، فإذا هو انتهى من قرابة 5 أجزاء أو 6، ثم وضع المصحف. يقول فكنا إذا ذهبنا إلى مكان ما عندنا شيء فتح المصحف. يقول فلبثت معه 3 أيام ختم المصحف خلاله ختم القرآن. هذا وهو رجل يعني عنده من الأشغال والأموال والدنيا والنساء، ومع ذلك استطاع أن يضبط نفسه فيما يتعلق بالقرآن. هذه تذكر عن الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. أنت إذا تأملت في هذا وجدت أن قليل من الناس من يستطيع أن يساوي بين هذا وهذا. ما حرم عليك الدين، لم يأمرك ربي أن تكون مثل اليهود ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رب العالمين ما أمرنا نكون مثل اليهود فقد عبادة في صومعة حتى أموت، لا أتزوج ولا أكسب مال لا، اشتغل واكسب وكن رجلا مع رجاله وماكس في بيعك وشرائك، يعني كاسر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يشتري يماكس، ألا خله بدرهمين، لا يا رسول الله 3، ألا درهمين، يبيع ويشتري ما في مشكلة. لكن الكلام من يستطيع أن يضبط هذه القضية، أني أعمل لدنياي وأجمع الأموال، لكن كذلك ديني أنا أهتم به. أنا عندي حظ من صلاة الليل، أنا عندي حظ من قراءة القرآن، أنا عندي حظ من الصيام أحرص عليه، أنا عندي حظ من الصدقات أحرص عليها أيضا، أنا عندي حظ من الإكثار من الذكر أيضا أحرص عليه. صحيح أني أداوم وأجمع الأموال وقد أشتغل في أسهم وأشتغل في أمور، لكن كذلك يبقى عندي مسائل الآخرة هي الأصل عندي. فأنا سأعيش في الدنيا إن عشت 80 أو 90 سنة أو 100 سنة إن الله أطال العمر، لكنني أيضا سأقف بين يدي الله 50,000 سنة، هذا الوقوف، فما بالك بالجنة أو النار أبد الآبدين. القدرة على هذه الموازنة هي